يا سلام على مشروبات الصيف اللذيذة، بجد أحلى مشروبات في الصيف، منعشة ولذيذة طعمها حلو ما ينشبعش منها. بنوع واحد بس من الفاكهة عملنا 3 مشروبات ألذ من بعض. بُص بقى أنا جبت كيلو من الخوخ البلدي طبعًا ما لقيتش غير البلدي، أنا باستخدم دايمًا المستورد لإنه بيقشّر معايا بسرعة، يعني البلدي ممكن يقشّر بسرعة بس ليه طريقة كده وبياخد وقت. أنا بقى جبت بعد ما غليته غلوتين 3 كده ويعني سِبته يستوي شوية مع نفسه، جبت مكعبات مَيّة وتلج عشان يبرد ونستخدمه بسرعة. استوى معانا وبقى زي الفل وطري جدًا زي ما أنتم شايفين. أنا عشان أعمل بقى معاكم مشروب راني لازم كان اللي هو أقشّره وأقطّعه قطع صغيّرة، هاقطّعه قطع صغيّرة جدًا وزي ما أنتم شايفين كده، وهاحط بقى عليه معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من المَيّة السخنة عشان يعني يستوي شوية ويبقى طري وإحنا بناكله، ما يبقاش بيقرش كده وكأنه لسه ني. طبعًا اللقطة دي ما اتصورتش معاكم فحبيت إن أنا أقولها لكم. بُصّوا بقى هنا هنجيب الخوخ ونحطه في الخلاط وهنحط عليه بقى نُص كوباية من السكر، وهنحط كمان مَيّة السلق بتبقى حلوة جدًا ومليانة كل الفوايد بتاعتها، خدت نُص كوباية وعليها ظرف من الفانيليا، ممكن طبعًا تستخدموا فانيليا سائلة، وضربناها معاكم بالشكل ده، حابين تصفّوها ما فيش مشكلة. أخدت ربع الكمية وحطيت عليها مَج من الحليب وعليها كمان علبة صغيرة من الزبادي وبقى أحلى زبادو، طبعًا أنا باسكّره لإن كان محتاج شوية سُكّر. جيت بقى نُص المَيّة التانية، نُص كوباية مَيّة وعليها شوية برضه من الخوخ وشوية سُكّر، طبعًا التحلية دي بتاعتكم أنتم، وعملنا أول مشروب الزبادو التحفة اللي أنتم شايفينه ده، سمكه تحفة، طعمه كمان خطير. هنا بقى كان الخوخ عمل معانا طري معانا وصبّينا أحلى مشروب تاني راني، مشروب الراني اللي بنشتريه من برّه بقد كده عملناه في البيت. هنعمل بقى موهيتو الخوخ وعليه بقى مكعبات من التلج ونكمّل باقي بمشروب غازي، كان أحلى مشروب، ال3 أحلى من بعض، ما اقدرش أقول إن في حاجة أحلى من حاجة، ال3 أحلى من بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم.